مساء شريف. هتعمل ايه لو جالك مكالمة مجهولة ورديت عليها ولقيت اللي على الطرف التاني بيسألك أسئلة أو حتى ما بيتكلمش خالص، بيسألك أسئلة إجاباتها yes or no أو ما بيتكلمش خالص وأنت عمال تقول ألو ألو ألو. احذر من المكالمات ديت، لأن بقى أمر شائع جدا في أمريكا إن تجيلك مكالمات مجهولة سواء بأرقام في أمريكا أو أرقام برا أمريكا أو non numbers non ID number، وتلاقي وانت عمال تقول ألو محدش على الطرف التاني بيرد، وبتسجل لك صوتك عشان يتاخد البصمة ديت ويبدأ يشتغلوا عليها بالاي اي علشان يسحبوا فلوس من حسابك في البنك او من خلال تعاملاتك انت يعرفوا ازاي يخترقوا حساباتك. طب لو جات لك مكالمة من حد قال لك انا من مثلا بنك ويلز فارجو او تشيز بنك وعايزين زي في مصر نراجع حسابات ليك، او انت قدمت على كريدت فتجاوب نو. حضرتك عندك حساب تشيكينج وسيفنج معانا؟ يس. يس ونو هما بيقصوها علشان يتصلوا بالبنك ده اللي انت ليك حساب فيه ويبدأوا يردوا بإجابات يس ونو على اللي هو المكالمة الآلية، أو في معروف يعني في البنوك بالذات في مكالمات آلية أو اوتوماتيكلي كولز، دي بيها تقدر تخش على الحساب بتاعك وتعرف تفاصيل وتسحب فلوس وتحول فلوس وحاجات زي كده. أنا ما حصلش معايا الفراد كيس ديت، لكن حصلت مع ناس اعرفهم واتسحب فلوس من حساباتهم. فخدوا بالكم ما تردوش على اي مكالمات غريبة، واذا كان طبيعة شغلكم بتفرض عليكم تردوا على مكالمات غريبة، طبيعي لما انت بتفتح الخط حد بيقول لك الو فانت بترد تقول له الو، لكن ما دام هو ما اتكلمش يبقى ما تتكلمش واقفل السكة على طول. او حد بيتصل بيك من بنك ويقول لك معلوماتك حساباتك كريدت بتاعك تشيكينج سيفنج، قول له انا عندي البنك بتاعي هزوره وهعرف الاوفر اللي انت بتقدمه ده من خلال الفرع او يعني باي شكل من الاشكال. خدوا بالكم برضه هم مش اغبياء، هم بيبقى عندهم معلومات مبدئيه عنك وعن عنوانك وعن سنك، انا الله اعلم عرف بيجيبوها منين بس هم بيعرفوا يجيبوها، لان دلوقتي برضه على جوجل تقدر تحط اسم حد تطلع لك البيانات الموجوده ليه على السوشيال ميديا او على الانترنت عموما ايه. فمفيش اكتر من بنوك في امريكا، يعني على ناصية بيتك في بنك، والبنك اللي هو بتاعك ممكن يكون على بعد مايل 2 مايل 3 مايلز، مش سو فار اواي، يعني اللي انت تروح الفرع وتتاكد من البيانات اللي حد بيسالك عليها. فما تردش لو حد قالك من بنك كذا او من مثلا ديلر كذا او من السوشيال سيرفيس، ودي مكالمات فيك كتير قوي بتيجي. ما تردش، قول لهم انا هزور الفرع ده، انا هزور الاوفيس ده وهستعلم من هناك على الموضوع ده او المعلومات دي او الاوفر ده اللي انت بتقدمه. خدوا كامل حذركم علشان ما تقعوش يعني ضحايا نصب للأسف منتشر هنا في أمريكا، وناس بتتكلم من الهند وناس بتتكلم من الصين وناس بتتكلم من شرق آسيا. خدوا بالكم إن الموضوع ده بقى منتشر جدا، والنصيحة اللي أقدر أقول بيها هي الوقاية خير من العلاج. بدل ما تقع في الفخ وتحاول تعالج ده وتتصل بالبنك تقول له مش أنا اللي سحبته مش أنا اللي كلمته، أمن نفسك وخليك في الوقاية، وحاول انت ما تردش على اي مكالمات مجهوله. وزي ما قلت لك لو رديت، لو الطرف التاني بيقول الو رد عليه، ولو حد من بيقول لك انا من بنك من ديلر من سوشيال سيرفيس قول له انا هزور الفرع ده او الاوفيس ده وهستعلم بنفسي عن اللي انت بتقوله. شكرا ليكم.